بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الرضا، يا صباح الجمال على عيونكم حبايب قلبي، أو يا مساء الجمال على حسب ما هتشوفوا الفيديو بتاعي. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل السمك الجميل ده، بس الطريقة تحفة. يلا نمشي مع بعض خطوة بخطوة كده ونشوف هنعمل ايه. قبل ما نعمل اي حاجة نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. طبعا جبنا السمك غسلناه، طبعا انتوا طبعا ما شاء الله عليكم شاطرين. غسلنا السمك حلو كده وهنقطعه بقى وهنشوف هنعمل ايه. ماشي يا حبايب قلبي. السمك البلطي طبعا هنجيب السمك نقطعها. السمك كان ما شاء الله كان كبير، انا قطعت 2 كده، قطعتهم حتى عملت لهم التتبيله بتاعتهم وتبلتهم كده. هشيلهم بقى في الفريزر. اما هنعمل بقى الصينيه دي مع بعض. الليمونه اللي انتوا شايفينها دي اللهم صل على رسول الله. هنعمل ايه؟ هنقطع الليمونه دي طرنشات ونحطها على السمك. التتبيله دي عباره عن ايه؟ التتبيله دي عباره عن هريسه شطه عليها توم. طبعا هي عليها توم بس انا زودت التوم لان انتوا عارفين السمك روح التوم. قطعت بصله بالايد كده، مش مستاهله بقى ان انت تعمليها في الكبه. وقرن فلفل، توم بودره، بصل بودره برضو بيدي نكهه وحلوه جدا للاكل ما شاء الله. اما التوابل بقى، التوابل اللي هي الشطه، كمون، كزبره، تحفه هي كمان. شوية بابريكا، وحطيت شوية فلفل اسود صغيرين خالص لان بيضيع اي زفارة، وطبعا ليمونة على الكلام ده كله. طبعا شفتوا البطاطسية اللي انتوا شفتوها معايا دي. قطعت بطاطسية تحت في الصينية، وقطعت السمكية دي 3 قطع زي ما انتوا شايفين كده، وقطعت الليمونة اللي انتوا شفتوها معايا طرنشات، وعملت الطماطم في الخلاط. ونزلت عليها بقى كده. وطبعا حطيت مكعب ماجي وشويه ملح صغيرين لو ما قلتش على الماجي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. السمك على بعضه انا عايزه اقول لكم كلنا وشبعنا من الصينيه اللي انتوا شايفينها دي. واما التاني السمك ده حطيته في الفريزر. ماشي يا حبايب قلبي. كده كنت حطيتها طبعا على البوتاجاز، دخلتها الفرن مع نفسها بقى، خدت اللون التحفة ده. وغرفت طبعا الرز اللي هنشوفه مع بعض ده، وحطيت السمك عليه. وانا اول مرة بصراحة احط البطاطساية دي تحت السمك. في ناس كتير بتعملها، كانت حلوة جدا. بس انا صينية سمك بصراحة معاكم، صينية سمك يعني سمك بدون بطاطس. بس في ناس بتعشق البطاطس دي تحت السمك. بس انا بصراحة صينية سمك هي صينية السمك. عايزة اقول لكم صينية السمك دي لو بتاكلوها في الفرن البلدي بتاع امهاتنا بقى، ربنا يديهم الصحة، عايزة اقول لكم بطريقة تانية خالص خالص خالص، ونكهة غير ما شاء الله. بس دي طبعا كانت حلوة طبعا. بس انا بقول لكم على البطاطس، واللي بيحب البطاطس واللي مش بيحبها، هي كانت طعمة وكانت حلوة جدا جدا. بس انا بصراحة صينية سمك هي صينية السمك بدون بطاطس، بدون حاجات كده، بصل وفلفل وخلاص. حتى في ناس بتحب البصل كتير معاها. انا عملت البصل اللي انتوا شفتوها دي كانت روعة تحفة ما شاء الله، بألف هنا وشفا. لون السمك تحفة ازاي ما شاء الله. طبعا انا بشكر حبايبي على الكلام الجميل، والناس اللي دعيت لي ربنا يخليكم ليا، لان انتوا فعلا اكبر نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. وربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم يا حبايب قلبي. اسيبكم في رعاية الله وامنه، في رعاية الله.